السلام عليكم أخواتي إخواني الكرام المتابعين الكرام داخل أرض الوطن وخارجه. أحييكم وأجدد معكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات قضايا الجنايات والجنح. وغادي ندوز مباشرة للسرد ديال القضية ديال اليوم، وأنا عندي لكم واحد الطلب باش ما يكونش شي إحراج. الله يجازيكم بخير الأخوات والإخوان الكرام اللي كيتابعوني. هذه الحلقة حاولوا إلا كان معك شي واحد من الأبناء ديالك، شي واحد اللي كتحشم منه، حاول ما تتبعش مع هذه الحلقة. كل واحد فيكم يتبعها بوحده. هذا طلب باش ما يكونش شي إحراج، وحاول تنعلم من الأول باش ما تطيحوش في هذا الموقف هذا. القضية ديال اليوم كتعلق بزنا المحارم. القضية ديال اليوم كنشرف عليها واحد من قدماء الدرك الملكي اللي عنده مسار طويل في جهاز ديال الدرك الملكي. انسان اللي خلى بصمه ديالو، انسان اللي خلى واحد السمعه طيبه بين الزملاء ديالو وبين المواطنين اللي خدم عنده. كلشي كيشكروا على الطيبوبه ديالو وعلى المعامله ديالو الانسانيه ديالو. يتعلق الامر بالمساعد الاول لادجيدون شاف المتقاعد السي حميد إيدومار، الله يحفظه ويحفظ له وليداته ويحفظ له الاحفاد ديالو. حاليا متقاعد، هو اللي تقاسم معايا الظروف والحيثيات ديال هذه النزيله، وقررت باش نتقاسمها معكم باش نخرجوا منها ونخلصوا منها دروس وعبر، وما نحاولوش يطيح الانسان في نفس المواقف ونفس الاخطاء اللي ترتكبات في هذه النزيله هذه. القضيه ديال اليوم كتعاود الاطوار ديالها لسنه 2004، وكانت وقعات في النواحي ديال مدينه اكادير، والسيد اللي كان متورط فيها ما كانش من ابناء المنطقه، كان منطقه اخرى، غير هو هاجر وجا يخدم هنا. القضيه ديال اليوم واحد النهار السي حميد كان قائد مركز من مراكز ديال الدرك الملكي هنا في هذه المراكز المجاوره لمدينه اكادير. واحد النهار تقريبا عند الزوال 12 11 تقريبا، كان في المركز ديالو كيمارس المهام ديالو الاعتياديه واليوميه. فاذا به كان في المركز كيسمع الغوات وسط البرياد، وخرج من المكتب ديالو باش يعرف حقيقه هذا الامر هذا وحقيقه هذا الصداع هذا. ملي خرج كيلقى واحد السيده معها واحد الشابه في مقتبل العمر وقفه معها، وديك السيده كتغوت وك عباد الله. السي حميد قائد المركز خرج عندها قال لها الشريفه هذه راه اداره وانا ما خصكش تغوتي، اش عند الخاطر عندك شي حاجه حنا موجودين، ولكن باش تخرجي تدخلي لهنا للمركز وبدا تغوتي داكشي ما مقبولش. اش عندك؟ قلت لي واش ممكن ندخل معاك للمكتب ديالك ونهضر معاك؟ قال لها مرحبا، انا هنا المهمه ديالي هي نستقبل المواطنين ونوقف معاهم. دخلي تفضلي. دخلات هي وديك الابنه ديالي. شكون هاد السيده اللي معك؟ قالت ليه راه بنتي. دخلوا جوجات، عطاهم كراسه، جلسوا، سد البيرو ديالو، قال لها عاودي لي الشريفه اش عندك مالك جايه سخونه كتغوتي؟ ملي سولها هاد السؤال قالت ليه هي بنتي تعاود لك، هي اللي عندها المشكل. بنتي اش من مشكل عندك؟ كيطرح عليها هذا السؤال وكيتسنى جواب، ولكن ما كيتلقاش جواب. هذيك البنت حتى كتبغي تهضر تبقى تبكي، مسكينه كتنهار بالبكاء وتبقى تبكي تبقى تبكي تبقى تبكي. كيسكتها، سكتي يا بنيتي اش عندك؟ عاودي لي، انا هنا باش نعاونك، انا هنا حسبيني بحال الاب ديالك، انا نحميك، انا هادي. حتى كتستجمع القوى ديالها وتقرر باش تهضر، وكدير واحد الفاصل ديال السكات. يلاه كتبغي تبدا، يلاه كتقول الكلمه الاولى ولا عاوتاني كتبقى تبكي. تقريبا ما يزيد على نص ساعه هو كيحاول معها وهي في هذه الحاله هذه، كتسكت وتبكي وتسكت وتبكي وتسكت وتبكي.
المهم حاول باش يواسيها، حاول باش يطمئنها، حاول باش يفهمها بان الدور ديالو هو الحمايه ديالها. وري لا عندها الا كانت مضروره بشي حاجه قال لها انا مستعده بنتي باش نحميك باسم القانون، ولكن قولي لي انا دابا كنهضر معاك كتبكي، راه هادشي ماشي هو، خصني نعرف اش واقع. بعد اخذ ورد وبعد مده طويله وبعد ما قنعها وبعد ما واساها، البنت غادي تبدا تهضر. وملي هضرات هنا كانت المفاجاه. مالك بنتي اش المشكل عندكم؟ قالت ليه جايه باش نشكي. قال لي باش بمن بغيتي تشكي؟ قالت لي بغيت نشكي بالاب ديالي. قال لي من الاب ديالك؟ سكتات، لا سكتات مده وبدات عاوتاني كتبكي. قال له بنتي اتفقت انا وياك باش تحبسي من البكا وتعاودي ليا، راه عندي مهام اخرى، راه كاينين ناس اخرين كيتسناو، راه ما عنديش الوقت، راه عطيتك ما يكفي من الوقت. الله يجازيك بخير يا بنتي، حسبي الوالد ديالك. هنا انا باش نحميك غير هضري الله يجازيك بخير، راه كاين ناس اخرين كيتسناو تا هما يدخلوا عندهم مشاكل. هنا غادي تحاول باش غادي تهضر وبدون انقطاع. قلت ليه جي نشكي با، لحقاش كان لا حول ولا قوة إلا بالله، قسما بالله العظيم إلى قصة غادي نحكيها، وقصة كان غادي نحكيها وضرني خاطري ضرني، دازت عليها تقريبا قلت لكم 2004، دازت عليها تقريبا 21 سنة. والله إلا ملي سمعتها إلا تألمت، والله إلا غادي نعاودها وأنا كنتألم وقلبي يعتصر ألما. علاش؟ على البشاعة ديالها. ملي هضرت هاد البنت هضرت واحد الكلام اللي هو كبير، واحد الكلام اللي ما كيتقبلوش المنطق وما كيقبلوش العقل ديالنا، واحد الكلام اللي كيتنافى مع الاخلاق ديالنا ومع التربيه ديالنا ومع التعاليم الدينيه ديالنا ومع الانسانيه جمعاء. مبادئ ديال الانسانيه كيتنافى معها. قالت لي بان الاب ديالي تعدى عليا جنسيا وبانني راه حملت منه. قال لي يا بنتي اش كتقولي؟ قالت لي هادشي اللي كنقول لك هو اللي كاين. دار عند الام ديالها قال لي واش عرفتي بنتك اش كتقول؟ قالت لي واه لا ابونا جودان، عرفت اش كتقول وراه هادشي اللي قالت لي، وانا راه باقا لدابا راه مرفوعه، ما عرفتش هادشي، راه ما عرفت ما نقدم ما عرفت ما نوخر. قال لها امتى وقع هادشي؟ قالت لي راه مده وانا اتعرض لاعتداءات جنسيه من طرف الاب ديالي. قال لي شحال هادي تقريبا؟ قلت ليه مده هادي اشهر هادي وانا كنتعرض لهاد الاعتداءات الجنسيه. قال لي وملي كتعرضي لهاد الاعتداءات علاش ما قلتيش الام ديالك، علاش ما جيتيش عندنا؟ قلت لهم خفت من الانتقام ديال الاب ديالي لان كيهددني. والتذكير هاد الفتاه هادي كتبلغ من العمر 17 سنه، هي اعتداءات جنسيه عندك شي ما يفيد؟ قالت لي رانا حامله من الاب ديالي. بطبيعه الحال كلام اللي هو كبير، كلام اللي نزل كالصاعقه على قائد المركز. تفاجئ، واي واحد في مكانه يتفاجئ من هذه الهضره هذه، وشي حاجه اللي كبيره وشي حاجه اللي ما كيقبلهاش المنطق وما كيقبلهاش عقلنا وما كتقبلهاش تربيتنا وما كتقبلهاش الانسانيه كامله، ما كتقبلش بحال الهضره. لان الاب هو اللي خصو يحمي الابناء، الاب هو اللي خصو يحرص على الكرامه وعلى الشرف ديال الابناء. فاذا به في هذه الحاله كنلقاو الاب راه هو اللي كينتهك الشرف والكرامه ديال هذه البنت هذه. ولكن كما كنقول لكم ديما ضباط الشرطه القضائيه عندهم واحد المبدا ديالهم شنو هو واللي خصهم يلتزموا به، هو انه ما كنتيقوا حد ما كنكذبوا حد. هنا ملي قالت هذه البنت هذه بانها حامله من الاب ديالها، قائد المركز غيتحفظ، لان كاين حالات وكنت عاودت لكم واحد النزيله، كاين بعض المرات الامهات اللي كيحرضوا البنات ديالهم باش يتهموا الابناء ديالهم بهاد زنا المحارم باش ينتقموا منهم. يعني هذه واحد النقطه اللي ما يقدرش يغفلها، يدير ربما
هاد السيده هي هاد الفتاه هي والام ديالها ربما متفقين وجاو بغاو يورطوا الاب باش يرميوه في الحبس، ولكن ما خصكش تكذب وما خصكش تيق. قال لي واش عندك شي دليل على هادشي؟ قلت لي ما عندي حتى دليل، ولكن انا راه حامله. قائد المركز هنا غادي يطلب من الام باش غادي تعرض الفتاه على الطبيب باش يعطيها شهاده طبيه، لان ضابط شرطه قضائيه غير اهل باش يقول بان هاد السيده حامله ولا ما حاملاش، ولا هذاك اختصاص ديال الطب. لذلك خصو يستعن بشهاده طبيه اللي كتفيد وكتاكد هاد الصحه الاقوال ديال هاد البنت هادي بانها راه حامل. عاد غادي يشوفوا في البحث ومنين شكون هو المصدر ديال الحمل ديالها. هي 17 سنه مازال قاصر، ما مزوجاش. هنا قائد المركز قال لي خصها قرر باش تعرض البنت على الطبيب باش يتاكد وباش يعطيها شهاده طبيه اللي كتثبت الصحه ديال الاقوال ديالها. قال الام ديالها البنت ديالك خصها تعرض على الطبيب هو الاول، عاد نهضر. واكدت البنت بان راه ما عندهاش شي دليل مادي دامغ اللي كيأكد الصحه ديال الاقوال ديالها. ناضت البنت وقال لها قائد المركز راه غادي يمشي معاك واحد من الدركيين باش تعرضي الابنه ديالك على الطبيب. ملي كانت خارجه قائد المركز غادي يعاود يعيط لها، قال لها الشريفه واحد دقيقه اجي. هذا الراجل هذا شحال عندك معاه من ديال الدراري؟ قالت لي عندي معاه 2 بنات. هاد البنت هادي في عمرها 17 سنه وبنت اخرى في عمرها 14 سنه وواحد الوليد في عمره تقريبا 10 سنين حتى 11 عام. قال لي واش هاد الوليدات واش هذا هو الاب الشرعي ديالهم؟ قالت لي هذا هو الاب الشرعي ديالهم، هاد الوليدات من دمه ومن لحمه. قائد المركز بطبيعه الحال تصدم، اي واحد غيتصدم في مكان ديالو غادي يتصدم، لحقاش هادشي ما كيقبلوش العقل ديالنا، ما مربيينش عليه، ما مولفينش بيه. هنا ملي قالت ليه راه عندي 2 بنات، قال لها شوف غادي تدي ولادك كاملين باش غادي تعرضيهم على الطبيب، حتى ديك البنت اللي عندها 14 عام وداك الوليد كاملين غادي يتعرضوا على الطبيب. قلت ليه مرحبا. المهم كانت المؤازره ديال رجال الدرك الملكي، جابت الابنه الاخرى اللي عندها 14 سنه وجابت ولدها ومشات داتهم للسبيطار عند الطبيب. تم العرض ديالهم على الطبيب اللي كاين تما في ديك البلده. من بعد غادي يرجعوا غادي يعطيهم شواهد طبيه، والشواهد الطبيه كانت صادمه. الشهاده الطبيه ديال ديك البنت اللي كتبلغ من العمر 17 عام تتاكد بان البنت راه حامله وتقريبا راه في شهرها السادس من 6 و7، وبان ديك الفتاه ديال 14 سنه هذه هي الصاعقه الكبرى والمفاجاه الكبرى، حتى هي حامل وفي البدايه ديال الحمل ديالها. واكدت الشهاده الطبيه بان الافتضاد ديال البكره ديال ديك بنت 14 عام وبنت 17 عام راه قديمه العهد، يعني راه تفترضت البكره ديالهم لمده طويله لعده اشهر، ماشي حديثه العهد يلاه تم الافتضاد ديال البكره ديالهم، قديم داكشي. هنا ملي كاين الشهاده الطبيه كتثبت وكتثبت هاد الشهاده الطبيه بان فتاه بنت 14 عام راه حامله، شيء لا يقبله العقل. هنا غادي تفتح بحث. اول واحد غادي يتم الاستماع ليه هي ديك الضحيه، هذيك البنت بنت 17 عام، وغادي يتم مادام انها بنت 17 عام يعني انها قاصر وما يمكنش باش تدخل التصريحات ديالها بوحدها، خص واحد من اولياء الامر ديالها. وغادي يستمعوا لها الدراكين، غيتفتح بحث وغادي يستمعوا لها تحت الاشراف ديال قائد المركز السي حميد الله يحفظه، وغادي يستمعوا لها في واحد التصريح اللي هو مفصل. هاد الفتاه هذه غادي تاكد بانها الام ديالها كتخدم، كتخرج من الدار الصباح بكري وكيبقى معاهم غير الاب ديالهم. مجرد ما كتخرج الام قالت ليه بان مجرد ما كتخرج الام ديالنا مع 6 الصباح كينوض الاب كيمارس علينا،
قلت لي كيمارس عليا انا الكبيره هي الاولى، ملي كيسالي كيكونوا ناعسين بجوجات في بيت واحد، والدري كينعس مع الام ديالو، والاب تينعس خلاص مع الزوجه ديالو في بيت الزوجيه في غرفه النوم ديالهم. قلت لهم مجرد ما كتخرج الام ديالنا مع 5 6 الصباح كيجي كيمارس معايا انا الكبيره هي الاولى. قلت لهم وكيدوز عند اختي الصغيره اللي في عمرها 14 عام مباشره، وامام الاعين والانظار ديال كيمارس مع هذه امام الاعين والانظار ديال هذه، وكيمارس مع الصغيره امام الاعين والانظار ديال هذه الكبيره هذه. يكمل من هذه يدوز للاخرى باش تشوفوا هذا الوحش هذا. حاشا باش نسميه بشر، حاشا باش تكون فيه ولو شي شويه ديال الانسانيه. لا علاقه له بالبشريه ولا لا علاقه له بالانسانيه. هذا وحش بشري، هذا وحش في صفات بشر. باش يدير هذه المساله هذه شي حاجه اللي ما مقبولاش، منبوذه في المجتمع ديالنا. قلت لي ملي كيكمل راه تيخرج ملي كيطلع النهار وراه كيهددنا، كيقول لنا شي وحده فيكم تهدر راه غادي نصفيها. بنات بطبيعه الحال كيخافوا من البطش ديال الاب ديالهم، خصوصا وان الاب ديالهم كان قبيح، كان قبيح، وكانت حتى الزوجه كتخاف منه. كان قبيح وكان عنيف، ولا يتوانى في التعنيف ديال الاسره ديالو، يا ابناء يا الزوجه اللي جا قدامه ما تيرحموش. واش كان تيدير؟ مجرد ما كيكمل تيخرج تيجلس قدام باب الدار كيبيع الديطاي. قلت لهم راه بقات هكا الامور. قلت لهم حتى اكتشفت الوالده ديالي الحمل ديالي، ما قدرتش نفشي هذا السر هذا، وما قدرتش نفتحها في هذا الموضوع وفي هذه الاعتداءات الجنسيه اللي كتتعرض لها من طرف الاب ديالي، الاب اللي خصو يحميها. قلت لي ما قدرتش باش نفتح الام، وكان ما تيخليناش الفرصه باش نختاليو مع الام ديالنا ونهضروا معاها غير حنا. مجرد ما كترجع الام في العشيه الخمسة 6 د العشيه تيدخل للدار وتيبقى جالس باش ما تهضرش الام مع البنات ديالها. قلت لي هادشي هو اللي السبب اللي خلاني ما نقول حتى شي واحد، راه ما كيعطينيش فرصه باش نهضر مع امي ولا نكون مع امي بوحدنا، ما كيعطيها لناش. وديما التهديدات والوعيد الا كشفوا هاد السر هذا. البنات خافوا ما قدروش يبقاو محتفظين بهذا السر. قلت لي حتى اكتشفت الام هذا الامر هذا وجرتني مباشره وجابتني. الام كانت كيحسب ليها بان غير البنت الكبيره، ولكن اتضح بان حتى البنت القاصر بنت 14 عام حتى هي كانت ضحيه ديال الاعتداءات الجنسيه من طرف الاقرب المقربين اللي هو الاب ديالها. تم الاستماع حتى لديك بنت 14 عام، وكاينه امور كشفوا عليها هاد البنات هادو، شي امور اللي يستحي المرء من ذكرها واتحفظ من ذكرها، لان شي حاجه اللي ما يقبلهاش العقل وما نقدرش نقولها. تم الاستماع كما قلت لكم حتى لديك الفتاه الصغيره بنت 14 عام، حتى هي اكدت نفس الاقوال وقالت بان الاب ديالي هو اللي كان يعتدي عليا جنسيا امام مراه ومسمع ديال الاخت ديالي الكبيره، وهذا الشيء كان تيوقع في بيت وحده. ايوا حنا كانت تنعس في هذا السداري وانا كنعس في السداري، كيكمل من هذه ويجي للاخرى، وراه كان تيهددنا. داكشي اللي قالت الاولى الكبيره واللي قالت الثانيه. وهذيك الاولى هذيك بنت 14 عام كانت حتى هي في بدايه الحمل ديالها، يلاه عندها تقريبا 2 3 شهور اللي عندها في الحمل، يلاه بدات حملات مسكينه. باش تشوفوا الوقاحه ديال هذا السيد، باش تشوفوا الوحشيه ديال هذا الرجل هذا. الدري قائد المركز قرر حتى الدري خضعوا للفحص الطبي، لقاش مادام انسان تجرأ على بنات وحتى الدري حتى هو راه في خطر. وباش يتاكدوا الحمد لله بان بان ذاك الدري لم يكن عرضه لاي اعتداء جنسي. الدري تحيد من القضيه. بقاو 2 خواتات، وحده 14 وحده 17 سنه. بعد ما دلاو بهذه الاقوال هذه غادي يستمع قائد المركز والناس المكلفين معاه بالبحث، غادي يستمعوا الام في التصريحات ديالها كتقول بانها كتخدم كعامله فلاحيه في احدى الضيعات الفلاحيه، وبانها كتمشي ل5 ديال الصباح
كتخرج ل5 ل5:30 كتخرج، كتبدا الخدمه مع 6 الصباح، وكتمشي النهار كامل وهي في الضيعات الفلاحيه، ما كترجع حتى العشيه. الله يكون في العون. كتجي مسكينه عيانه، كتجي كتاكل، كتعلق الروح ديالها وكطيح ترتاح باش تواجه عاوتاني النهار الاخر. وقلت له بان الزوج ديالي كان شنو كيتيدير، كان تيبيع الديطاي، كان تيحط واحد الصناديقه ديال الديطاي قدام باب الدار، وتيبيع الديطاي قدام باب الدار. علاش تيبيع الديطاي قدام باب الدار؟ باش ملي تجي المراه يدخل وما يخليهاش تحتك وتهضر مع بناتها، ديما يكون حاضر. ممنوع البنات تهضر، ممنوع البنات يحضروا في الدار بينهم وبين امهم، ضروري يكون هو حاضر. وديما التهديد والوعيد، راه اللي قال هضرات فيكم اندبحها. وكانوا كيخافوا، الله يكون في العون، كيخافوا منه لانه كان قبيح، كان عنيف كما قلت لكم في السلوكيات ديالو. وقالت لي باش تشوفوا بعدا هذا الراجل واش هذا راجل اللي يخلي المراه تنوض مع 5 الصباح وتمشي تضرب تماره من 5 الصباح حتى 6 العشيه. هو حط كرسي جالس في الدار، كيتم مجرد ما تتغادر المراه الدار مع 5 الصباح هو كيلقى الفرصه مواتيه، وتيبقاو البنات بوحدهم. اما الدري ولد 10 سنين راه ناعس في بيت بوحدو، وكينوض كيعتدي على هادي ويعتدي على هادي، كيستغل الغياب ديال الام على الدار. واش هذا راجل اللي يخلي المراه تضرب تماره وهو بوركابي جالس قدام باب الدار تيبيع في الديطاي وفوق الكرسي؟ غير من خلال هذه المعطيات كيبان بان حاشا يكون راجل، حاشا يكون راجل. هي المراه تعاون الزوج ديالها، ولكن خص التماره الكبيره يضربها الراجل. وإلا عاونته المراه في شي حاجه ما كاين باس، ولكن باش المراه تضرب تماره وانت تحت الكرسي تبدا تبيع في الديطاي ومرياح مع راسك، ما كتخرج تبيع الديطاي 9 ل 10 والمراه مسكينه من 5 حتى 6 العشيه، شيء غير مقبول. وحاشا تكون هذه رجله، حاشا تكون هذه رجله. هذه غير من خلال هذه الامور هذه كيبان بان لا علاقه. قلت له ودي وانا ما عمر البنات قالت لي شي حاجه، عمر خلاني نبقى بوحدي انا وبناتي. قلت له ما عمري حسيت بشي حاجه وما عمري لاحظت شي حاجه. قلت له اول مره غادي نلاحظ، قلت لهم هذاك النهار فاش جات الله برياد، قلت لهم ديت بنتي مده هذه ما مشيت للحمام انا وبنتي. قلت لهم ما يزيد على 3 اشهر تقريبا ما مشات للحمام. قلت لهم ملي دخلت للحمام انا وبنتي بديك بنتها اللي في عمرها 17 عام، ملي دخلت هي وبنتها للحمام، بنتها بطبيعه الحال تجردات من الملابس ديالها، كتشوف عندها ملي دخل الحمام كتشوف عندها كرش كبيره. قلت لها يا بنتي اش هادشي؟ البنت في الاول بقات كتهرب ما بغات تجاوبها، ولكن امام الاصرار ديال الام ديالها غادي تهضر. قلت لها هادشي راني حامله. شكون اللي دار لك هادشي؟ قلت لها بابا. اش كتقولي؟ قلت لها بابا. هذا هو التصريحات ديال الام. والام اكتشفت بان هذيك حامله، ولكن ما عرفاتش بان الصغيره هي حامله. ولكن الحمد لله الحنكه والمهنيه ديال السي حميد قائد المركز هو اللي اقترح على الام، قال لها جيبي حتى ديك بنتك وجيبي ولدك، مادام هذا وحش بشري ما خصنا نستبعدوا حتى شي حاجه، يعني كلشي خصو يخضع للفحص ابناء ديالك. ومن خلال هذا الاقتراح ديال قائد المركز بان حتى ديك البنت الصغيره اللي كانت هي ما غاديش تعرف، بان بانها حتى هي راه حامله. سمع لي وقالت له دار كيستغل الفرصه ديال الغياب ديالي، مجرد ما كنخرج راه كيدير فيهم ما بغا، وراه ما كيخليهمش باش يجلسوا معايا بوحدهم، راه ديما وقت ما جيت كيدخل ويبقى جالس وسط منهم حتى ينوضوا ينعسوا. ملي كينعسوا خلاص راه كتفارق مع بناتها، غير الصباح مسكينه كتنوض عاوتاني تمشي وينوض. وكل نهار كان تيدير هذه الممارسه الوحشيه والحيوانيه. هادشي هو اللي يقدر نقول عليها. هاد البنت هادي وهاد البنت الاخرى الصغيره ما عندهمش شي دليل، ما عندهمش شي اثبات اللي كتثبت الصحه ديال الاقوال ديالهم. الام قالت لك ودي انا ما فراسي حتى حاجه، البنات هما اللي قالوا لي، البنت اللي قالت لي هادشي وانا ما كنتش عارف الصغيره، راه حتى قال لي لا جدان، قالتي لي لا جدان ديها عاد اكتشفت بان حتى هي راها حامله في البدايه ديال الحمل ديالها.
مشاو الدركيين انتقلوا ومشاو تيقلبوا على هاد الاب هذا، خلاو دوك البنات وداك الدري وديك الام ديالهم خلاوهم في لابريكاد ومشاو قلبوا عليه، لقاوه قدام باب الدار كما قالت لهم الزوجه ديالو، جالس تما حط واحد الصنيديقه تيبيع في الديطاي. لاكارت ديالك وقفوا عليه الدركيين المكلفين بالبحث، لاكارت ديالك، عطاهم لاكارت شدوها تاكدوا منه بانه الشخص نفسه موضوع البحث ديالهم. قالوا يلا تمشي معنا. علاش غادي نمشيو معاك؟ قال لي يلا تمشي تطلع بريكاد وغادي تعرف علاش. هز ديك الصنديقه ديالو دخلها للدار، سد باب الدار وركب مع الدركيين ومشاو. وصلوا تما لابريكاد، دخلوا قائد المركز والدركيين اللي كانوا مكلفين بالبحث وفاتحوه في هذه الامور واستفسروه شفويا. مجرد ما جبدوا لي هذا الموضوع قال لهم واك عباد الله، هذا باطل بغى ينزل عليا. واش انا بنتي نتعدى عليها؟ واش انا بناتي انا؟ واش انا هادي؟ ولا لا ينزل علينا شي باطل؟ المهم كيهزوه الدركيين حجره وتيحطوه حجره. متشبيت بالبراءه ديالو ومتشبيت بالانكار. هنا قائد المركز حار هادو كيتبتوا الاقوال ديالهم. ديك البنت كتبكي، ولكن كما كنقول لكم الدركيين وضباط الشرطه القضائيه خصهم دليل، ما كيتيقوا ما كيكذبوا. يتعاطفوا مع ديك البنت شيء طبيعي، ولكن كاين حالات كما قلت لكم اللي تخليك تحفظ في ذاك التعاطف ديالك. خص يكون فيه تحفظ. علاش؟ لان كاين حالات وحالات اللي كتجي بنت هي وامها متفقين دايرين كومبلو ويبغيو يورطوا الاب. الدركيين ما غيغفلوش هذه المساله هذه، لحقاش دازت قدامه حالات وحالات وخصهم دليل، وما غيتيقوا الا الدليل. الدليل هو اللي غادي يثبت الصحه ديال الاقوال ديال هذا الطرف ولا هذا الطرف. الدليل ما كاينش. في غياب الدليل الدركيين حاولوا باش يقنعوا داك الاب، قالوا يقول لنا شنو كاين، وقالوا لي شوف راه الا ما بغيتيش تعترف راه ما غنمشيو معاك بعيد، راه غادي نتسناو هاد البنت هادي حتى تولد، وملي تولد راه غادي نديروا الخبره الجينيه، الخبره ديال لادين، وإلا كان داك الجنين ديالك راه غنحيدوا لك الدم ونحيدوا الدم ديال الجنين نعرفوا واش ديالك ولا ماشي ديالك. دابا تخليناش تنوصلوا لديك المرحله، اما راه غادي نتبعوك غير بغاو هما تبان الحقيقه في اقرب وقت. باش يتسناو الخبره الجينيه خص مده، خص تتولد ديك البنت وشوف واش غادي تولد ولا ما تولدش، تقدر تخسر داكشي اللي في كرشها. هذه كلها احتمالات، لذلك حاولوا باش يوصلوا لشي حل بلا ما يتسناو الخبره الجينيه. وخصوصا في تلك المرحله 2004 كانت الخبره الجينيه كتاخذ وقت وكتاخذ وقت كبير. الدركيين هنا غادي يقلبوا على شي حيله، وعلى راسهم قائد المركز. شنو غادي يدير؟ غادي يخلي داك الاب في واحد البيرو، وغادي يخلي يدخل الام ديال الزوجه ديالو اللي هي الام ديال دوك البنات الضحايا. قال لي غادي نقول لك واحد الحاجه، الزوج ديالك راه ناقر وراه طالع لنا الجبل، عيينا معاه، راه ما يزيد على ساعتين وحنا كنحاولوا معاه، راه كنهزوه حجره ونحطوه حجره، واش ما عندكم شي دليل؟ قالت لي منى جودان انا والله ما عندي شي دليل، وراه ما عندي شي حاجه باش غنثبت. وعلاش غيكذبوا عليا هاد البنات بجوج؟ انا ما عندهمش علاش يكذبوا. قال لي ولكن راه خصنا دليل، راه كاين واحد الاجراء ديال الخبره الجينيه، ولكن خصنا نتسناو البنت حتى تولد عاد نديروا الخبره الجينيه. انا بغينا حنا الا كانت شي دليل ولا سميتو دابا نبينوا الحقيقه. قالت لي انا راه ما عنديش سميتو. قال لي وراه خصنا الحيله دابا. قلت له اش غندير لا جودان؟ قال لي شوف انا غادي ندخلو لك وهضري معاه، ديري معاه الحيله. قلت له اش نقول لها لا جودان؟ قال لي غادي تقول لي بان شوف الله يجازيك بخير، الا كنتي داير هذا الشيء قولوا لي باش نحدوا هذا الشيء هنا بلا ما نتشوهوا وتشوه حتى انت. ما كنتيش انت اللي داير، خلينا نتبعوا المسطره باش نعرفوا شكون اللي داير وتبان الحقيقه. راه جدرميه راه غادي يتبعوك، راه ما غيطلقوش منك، راه غير ما غادي يمشيو يديوك للحبس، المحكمه ترميك في الحبس وغتبقى تما حتى تولد البنت ودار الخبره الجينيه. وعلاش هذا الشيء وغادي نتشوهوا؟ الله يجازيك بخير. الا كنتي انت رانا جيت لابريكاد شكيت، علاش؟ لحقاش ما حساب لياش واش انت، والبنت راه ما قالتش ليا واش انت. الا كنتي انت
خلي هاد الفضيحه ديالنا تبقى هنا ونستروها. المهم قنعاتو الزوجه، تمكنات باش تقنعو. قلت ليه باش ما نطيحوش في فضيحه الله يجازيك بخير قول لي اش كاين. قال لي صار هادشي اللي كاين، انا اللي درت هاد الفضيحه هادي وانا اللي درت هادشي، وداكشي اللي كيقولوا البنات بجوج كاين. اعتديت عليهم جنسيا بجوجات وكنعتدي عليهم كل نهار. وتاو الخبره الطبيه والشهاده الطبيه اللي عطاهم الطبيب اللي فحصهم تتاكد بهذا الشيء، بان التاريخ ديال الافتضال ديال البكرات ديالهم بجوج راه قديم، يعني كان تيمارس معاهم لعده اشهر الا ما كانتش فوق السنه. وشاف كيف يعقل انت اب باش تفقد البكره ديال البنات ديالك، وخصوصا هذيك اللي 14 عام اللي باقا طفل، وتبدا تمارس عليها. راه لا حول ولا قوه الا بالله. والله الا كنعاود وانا اتالم داخليا، والله الا كنتالم من البشاعه ديال هذه القصه وهذه القضيه هذه. وراه كاين اللي غيقول لك هادشي ما كاينش، راه الله شاهد على ما اقول. علاش غادي نقولوا شي حاجه اللي ما كايناش؟ وراه باش ناكد الصحه ديال القصه راه عطيتكم السميه ديال قائد المركز اللي اعطاني هاد المعطيات. وكاينين الناس في المنطقه هنا اللي غادي يقول لي هادشي كاين. وكاينه حاجه اللي كتزيد تاكد الصحه ديال هاد القصه، هو ان هاد القصه هادي وهاد القضيه هادي تناولتها وسائل الاعلام الوطنيه، تناولتها القناه ديال دوزام، وجات منظمات حقوقيه اللي واسات وازرت هاد الاسره هادي، هاد جوج بنات اللي في مواجهه هاد الوحش الادمي. المهم هاد الام هادي ملي قنعات الزوج ديالها قالت لي شوف هادشي غير قولوا لنا جودان، ولا جودان غادي نرغبوه باش يطوي هادشي، وهادشي يبقى غير ونديروا التنازل ونخويو هادشي وحتى واحد ما يجيب لنا الاخبار. قال لي صافي نقول لي الحقيقه. خرجت هذيك المراه عند لاجدان قالت لي صافي راه اعترف ليا، راه قال لي الحقيقه. دخل لاجدان هو الدركيين قال لي عاود لي الشريف اش كاين. قال لي انا نعاود لك كل شيء ولكن هادشي يبقى هنا. قال لي هادشي يبقى هنا ولكن بغيت الحقيقه، قول لي الحقيقه. قال له والله تنقول لك الحقيقه. شنو هي الحقيقه؟ قال لي ودي هادشي اللي قالوا هاد البنات هادو بجوج هادو بناتي من الصلب ديالي. سولو قال له شو بناتك من الصلب؟ قال لي بناتي من الصلب ديالي من دمي ومن لحمي. قال له واش هادشي اللي كيقولوا كاين؟ قال لي هادشي كاين. قال له واش هادشي علاش درتيه؟ قال لي غرني الشيطان. قال له راه الشيطان ما الشيطان يغرك في هاد المسائل، راه ما كاينش شي شيطان قدك. قال لي واستر ما استر الله على جدك، انا مزوق فيك. قال لي صوالك يدير الله خير يدير الله خير. استمع ليه قائد المركز ودون الاعترافات ديالو في واحد المحضر اللي هو رسمي. تدونات الاعترافات ديالو واعترف بان بالفعل هو اللي كان تيمارس وكينتهك واللي كان تيمارس على دوك جوج بنات اللي هما بناته من دمه ومن الصلب ديالو، واكد الصحه ديال الاقوال ديال دوك البنات. هنا ملي اعترف عطاوه وسمع الاقوال ديالو. غادي يهز قائد المركز تليفون كالعاده، خصو يعلم النيابه العامه. علم النيابه العامه في شخص احد النواب ديال السيد الوكيل العام لهذه جنايه. عيط ليه قال ليه استاذي اش واقع راه سجلنا واحد الشكايه اش فيها. ملي عاود ليه الوقائع كامله هذاك السيد ذاك الاستاذ نائب السيد الوكيل العام ما تيقش، ما تخليش هذا الشيء للراس. قال لي على جدا واش عارف اش كتقول؟ واش اب غادي يعتدي جنسيا على جوج بنات، وحده 17 عام وحده سميتو وحده 14 عام؟ قال ليه راه هذا الشيء اللي كاين وراه اعترف بهذه الاقوال، وإلا بغيتي استاذي باش تيقن نجيبو لك تسمع من ودنك، تسمع بودنيك تسمع من فمو. قال لي شحال كاع خصك ديال الوقت باش تجيبو؟ قال لي واحد نص ساعه نكون عندك في محكمه الاستئناف. قال لي وجيبو واش باش نسمع هذا الشيء، انا ما بغيتش يدخل ليا الدماغ ديالي، وشيء طبيعي هذا الشيء ما يبغيش يدخل لك الدماغ. مشى داه دخلوا على المكتب ديال القائد ديال النائب ديال السيد الوكيل العام، دخلوا قال لي شوف هذا الشيء كامل راه حنا علمنا
السيد الوكيل العام، وهذا راه النائب ديالو، هضر معاه قول ليه داكشي اللي كاين باش يدار التنازل هنا ونفضيو هاد الحريره هنا. وقائد المركز علاش جابو؟ كان حتى هو باغي يجيبو. علاش؟ لحقاش كاين بعض المرات اللي كتستمع الاشخاص متورطين في قضايا وكيعترف، ملي كيوصلوا قدام المحكمه كيعرف بان راه اعترف وداك الاعتراف ديالو غادي يغرقو، كيتراجع على الاعترافات ديالو، كيقول ليه الجدرميه اللي كتبوا لي داكشي وانا ما قلتش داكشي، ها الجدرميه اللي كتبوا داكشي. لذلك لبشاعه هاد النازله ولبشاعه هاد الجريمه هادي، قائد المركز قرر باش يديه، باش السيد ممثل النيابه العامه في شخص احد النواب ديال السيد الوكيل العام يسمع بودنيه، سمع داكشي واعترف ليه في المكتب ديالو في محكمه الاستئناف. قال لي اش كنت كندير، علاش كنتي كدير هادشي؟ هادو بناتك. وللاشاره هاد السيد ما كيكمي، يقدر يقول شي واحد راه تحت التاثير ديال المخدرات، تحت التاثير ديال الاقراص المهلوسه، تحت التاثير ديال الكحول، ولكن حتى حاجه ما كاينه من هادشي. هذاك السيد ما كيتقرقب، ما كيتحشش، ما كيكمي، كان تيدير هادشي وهو في كامل القوى العقليه ديالو. قال لي هادشي السيد نائب الوكيل العام، قال لي هادشي علاش كديروا؟ قال لي هادشي اللي الشيطان غرني. قال لي والبنات، قال لي بالاخص البنت الكبيره عاطيه العين وهزه وهادي، قال له كتكون لابسه حوايج ديال الدار وهادي، قال له كثير الغريزه ديالي، قال له ما قدرتش نتمالك راسي. قال لي هذا هو السبب. والصغيره حتى هي مازال 14 عام، مازال ديك الكبيره، باش نعطيكم واحد الوصف، مازال ديك الكبيره هازينها عظامها وطويله وهادي وهزه الصحه شي شويه، اما الصغيره نحيفه الجلده على العظم، ضعيفه مسكينه ديك الصغيره. اعترف، قال لي ودي هادشي اللي كاين. قال القائد المركز صافي يديه وديروه تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. داروه تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. في ديك اليومين اللي كانت تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، هذيك البنيوته الصغيره كانت كتلعب. كتعرفوا بنت 14 عام باقا طفله، باقا كتلعب، كتتنقز مع بنات الجيل ديالها تما في الحي ديالها. غادي يوقع ليها اجهاض، غادي يطيح ليها داك الجنين اللي في البدايه ديال التكون ديالو، غادي يطيح ليها. داوها الطبيب، الحمد لله طاح ليها داكشي، هي وحده بعدا طاح ليها داك الجنين ومشات ديك الفضيحه بعدا ما كاينش. واخا راه تاثير نفسي غادي يرافقها حياتها كامله، ولكن هذاك الجنين بعدا ما يتولدش، دار الله الخير. ولكن الكبيره كانت في الاواخر ديال الحمل ديالها. هذيك البنت الصغيره مسكينه طيحات مرضات، تعرفوا انسانه بنت 14 عام دابا شابه تتكون كبيره 18 20 عام وتوقع عليها اجهاض، وراه الصحه ديالها كتاثر، ماشي حاجه سهله. فما بالك بنت 14 عام مسكينه تاثرت صحيا، الحاله الصحيه ديالها تاثرت. قبل ما يقدموه طيحات ذاك الجنين. تقدم هذا السيد بعد ما وجدات المسطره ديالو، وبعد ما وجد الملف ديالو، وبعد ما داروا ليه الدركيين المكلفين بالبحث واحد المسطره اللي هي على حقها وطريقها، واحد المسطره اللي هي مغيزه، قدموه امام انظار السيد الوكيل العام. بعد ما قدموه على امام انظار السيد الوكيل العام، غادي يستقبل السيد الوكيل العام اول وحده هي الضحيه الاولى، ديك بنت 17 عام، استمع عليها بالحضور ديال الام ديالها، واكدات الاقوال ديالها اللي كاينه اللي مضمنه في محضر ديال الضابطه القضائيه. من بعد غادي يدخل الاخت ديالها هذيك الطفله بنت 14 عام، وغادي يجيبوا شهاده طبيه اخرى بان وقع لها الاجهاض، غادي يرفقوها بالمسطره. غادي يستنطق السيد الوكيل العام بالحضور المستمر ديال الوالده ديالها، ديال الام ديالها، وحتى هي غادي تاكد بانها كانت تتعرض باستمرار وبشكل يومي لاعتداءات جنسيه من طرف الاب ديالها، واكدت بانها كانت تشوف وكتسمع الاعتداءات الجنسيه على الاخت الكبيره ديالها. وقالت لهم راه مجرد ما كيكمل من اختي الكبيره كيدوز لعندي مباشره، هما كينعسوا في بيت وحده. طبيعه الحال ممثل النيابه العامه في شخص السيد الوكيل العام تاثر، لحقاش قضيه كتاثر، هذه ماشي حاجه سهله. غضب وطار في وجه داك السيد، قال لي شتي كدير؟ قال لي غرني الشيطان. دخلوا صندقوا، اعترف بهذا الفعل الجرمي، هذا الفعل الوحشي.
هذا السلوك هذا سلوك وحشي، وهذا سلوك متجرد من الانسانيه، ما فيه ولو بصيص ديال الانسانيه. واحد الانسان اللي خصو يحمي هاد الوليدات صدق هو اللي كيتكرفس عليهم. ملي اعترف غادي يتحال على قضيه تحقيق، غادي يصنطقوا قضيه تحقيق بالدور ديالو، وغادي يعترف امام السيد قاضي التحقيق، وبناء على الاعترافات ديالو وبناء على الملتمس ديال النيابه العامه غيدار ليه الايداع في السجن. دار ليه الايداع في السجن قيد التحقيق، وبعد ما دوز جميع مراحل ديال التحقيق ووجد الملف ديالو غيتحال على الجلسات، وكان راجل الملف ديالو في عده جلسات، وفي الختام كان صدر في حقه واحد الحكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به. هذا الحكم اللي يقدر يشفي الغليل انا بالنسبه لي هو الاعدام. هذا خصو يتعدم امام الملأ، واخا العقوبه كانت قاسيه ولكن لا ترقى الى الدرجه ديال هذاك الفعل اللي ارتكب. تحكم ب 25 سنه سجنا نافذا. هذيك البنت بعد ما وصلت الوقيته ديال الوضع ديالها مشات ولدات في السبيطار. هذاك الابن ديالها ما بغاتش تخلات عليه، ما بغاتش تديه، بقى في السبيطار، وتكفلت به احدى العائلات باش تربيه، وهي واسوها ودخلوا جمعيات حقوقيه ودارت لهم واحد المواكبه اللي هي نفسيه، ودارت لهم واحد المؤازره نفسيه لعل وعسى يخرجوا من ديك القوقعه ويخرجوا من داك التعطل، لحقاش ماشي شي حاجه سهله. راه مازال يتعدى عليك واحد براني تقدر، راه فعل غير مقبول، ولكن باش يتعدى عليك واحد الانسان اللي خصو يحميك، واحد الانسان اللي خصو يصونك، هو اللي صدق تيتعدى عليك، بطبيعه الحال التاثير النفسي غادي يكون كبير وكبير بزاف. هذيك العائله خوات البلاد من تما مابقاوش تما، هذيك الفتاه الله يكون في عونها، وحتى ديك الفتاه الصغيره الله يكون في عونها. اما ذاك الوحش راه دار في الحبس ودوز خلاص 25 سنه من 2004. شوف دابا واش خرج ولا ما خرجش، ونتمنى انا ما يخرجش. بحال هذا خصو يتعدم امام الملأ باش يكون عبره لمن لا يعتبر. وانتم كتشوفوا من خلال هذه النازله شيء يحز في النفس، نازله واحد الواقعه التي تدمي القلب، واحد والله العلي العظيم الا كان عاودها وقلبي يعتصر الما، قلبي يعتصر الما، لحقاش هذا متجرد من الاحاسيس ديال الابوه، متجرد من الانسانيه. هذا وحش ادمي، اقل ما يمكن ان يقال عنه واقل وصف يمكن يتوصف به وانه وحش في صفات بنادم. وانتم كتشوفوا باش ياخذ الانسان العبره وياخذ يستخلص دروس من هذه النزيله هذه، باش الامهات يحذروا بناتهم. راه كاينين اباء في صفه بشر ولكن هما وحوش. بحال هذا دابا كتمشي لمراه تضرب تماره وانت جالس في الدار، انت راجل، حاشا تكون راجل. انا بالنسبه لي هذا وجهه نظر ديالي، حاشا تكون راجل. المراه راه كتبقى مراه، خاصك ديرها تاج فوق راسك باش تجلس انت وهي تمشي تضرب تماره في الفوارم. علاش ما تمشيش انت تضرب تماره في الفوارم وتنوض مع 5 الصباح، ولا ما عندك كتاف وتنوض هي ومسكينه عاودت حتى هي، ولكن هذيك كتبقى زوجه ديالو، كانت كتعرض لاعتداءات جنسيه اللي هي فظيعه حتى هي، ولكن كانت صابره. ماشي شي حاجه اللي مخالفه، ولكن هذاك السيد كان حيوان، كان حيوان. داك السيد كان حيوان. هاد القضيه هذه كتبكي، والله الا كتبكي، والله الا قاد القضيه هذه الا سمعتها. كنت جالس كنتقهوى انا وهاد لادجيدون شيف، عاودها ليا، والله الا تألمت، وباقي كنتألم، اي واحد فيه ولو شويه ديال الانسانيه غادي يتألم الوضعيه ديال هاد البنات هادو بجوج، الله يكون في عونهم. يتكونوا لهم عقد نفسيه، وغادي يبقى الاثار ديال هاد الاعتداءات
شتي اعتداء من واحد براني تقدر تداوى منه الا كانت مواكبه نفسيه، ولكن اعتداء من الاب ديالك، من اقرب المقربين ديالك، شيء لا يقبله العقل. نتمنى باش تتخذ عبر، نتمنى تتخذ دروس، ونتمنى بالاباء باش يكونوا في المستوى ديال المسؤوليه ويأديو الدور ديالهم على احسن ما يرام. نتمنى الرسائل ديالي توصل، ونتمنى نكون توفقت في السرد ديال هذا النزيف.